انت قلت لي عندك سالفه، عطناها. يعني عن حسن الظن بالله والدعاء. هذا الرجال طول اعماركم اموره مصلحه بالحيل على قده، عليه دين وعليه يعني اجار بيت ومع سياره ونيت. لكن اليوم راكب معه خويه وراح يجيب بنيته من المدرسه، عنده بنيته في ثاني ابتدائي وشمس، وراح يجيبها. لعل الشارع صار زحمه، دخل في الحاره وهو يسولف هو خويه هذا. قال يا فلان قاسم، قال وش رايك انا بدعي وانت قلامين؟ قال ما يخالف. قال يا الله انت في ديني يا ربي. قال امين. قال يا الله انت وسع في رزقي. قال امين. قال يا رب انت ترزقني سياره جيب يا رب يا كريم. وناظر فيه الضحكه هو، انت رفيجه. قال امين. قال يا رب يا رب انت ترزقني بيت امك. قال اقول تراك عاد مسختها كيز عاد وش ذا كلش جميع. الله اكبر. قال اعوذ بالله يا اخوي، حتى امين ما تبي تقول امين؟ عند الله السعه. قال يا اخوي طولتها وقصر كل شيء دين وسياره وبيت تبيها جميع. يبيها لا. قال له بس الله احمد ربك، بس شوف دربك، بس راح تجيب بنتك لا تحرقها الشمس. قال اعوذ بالله عند الله السعه. تدري الله لا يشكر فضلك، انا اللي بقول امين. يا رب انت ارزقني بيت. يا الله يا رب بحيلك وقوتك يا كريم. يا الله اللهم امين اللهم امين. وهو يقول هالكلام، هم الحين طلع من الشارع العام دخل في الحواري اسرع، يبي في الشوارع الفرعيه. قال كانه يبي يعني يختصر على البنيه، طالعت لها شوي. يوم لف مع هاك الشارع اللي يطلع عليه هاك الولد بسيكله اللي هو البسكليت اول مثل يوم يطلع. اي اساس اختلاف بعض الناس يسمون السيكل ترى دباب، يعني يفهمونه مو بدباب، احنا نسميه دباب. في ناس يسمونه موتور سيكل. يا رجل شغله لازم كذا تعودت في القصص. المهم انه الولد بسيكله جمع وسط الشارع، يعني الولد غلطان ما في كلام صغير. الرجال يبي يتفاداه ما عشان ما يصدم الولد، لف لا شعوريا وهو يدعي في الدعوه وسالفته مع خويهم، لف ولا ويضرب هكا السياره ولا ضربه من عند الراكب. قال ها يلا ها واخر خله عارف انزل من عندك هذا تالي دعاك. حول شوف مصيبه جديده وخلى الدعاء بعدين الله يرزقنا. قال يا رب يبي بيت يا رب يبي سياره، يلا حول صلح موتر الناس. قال اعوذ بالله منك يا اخوي انت عوين دهر وايه. المهم رجع شوي ناظر، نزلوا الاثنين ناظر قال فلان قال ها نفس شيء الحين. قال ذا الموتر وش؟ قال ما ادري. ما يعرفونه. موتر غالي بس الله اعلم انه من الغاليات بالحيل. والله يا انت بلشت اجل تبي بيت ها؟ قال الله كريم. قال لي شوف ذا. المهم راح ولهم على جدار هكا بيت كبير وبينه بيت غنات اللي هم هالسيارة. راح لذاك الوليد عند الباب سلام عليكم السلام. قال هالموتر لكم؟ قال ايه. الولد يشوف الحادث الصدمه صدمه انت راح ليله مي بعد اللي عدم السياره يعني. قال الوالد موجود؟ قال ايه موجود. قال رح ناده. قاسم راح وناداه. يوم جاء سلام عليكم السلام. قال والله يا عم جزاك الله خير تفضل تفضل. قال لا المساله ما هي بتفضل، انا وراي بنت واقفه عند باب المدرسه في الشمس، بس هالسياره لكم. قدر الله انه والله اطلع علي ولد من هالشارع ولفيت عنه تفاديته وصدمت سيارتكم. قالوا انا لله حول ولا قوه ما لقيت لها السياره الله يهديك. قال عاد هو بهواي صدمتها والله ما دريت. قال لا حول ولا قوه الا بالله. وش اقول لك عاد انت مجبور والشكوى لله قضى وقدر. تدري انا ما بي منك شيء وانا ابوك جزاه الله صار خير ما بي منك شيء، بس ذيك الايام قبل نجم وقبل كان لازم ورقه المرور ورقه اصلاح. قال انا بتصل على الدوريات الحين المرور يجي وانت روح ود بنتك وعود علينا بس عشان نخطط الحادث وناخذ ورقه اصلاح ولا نبي منك شيء. قال الله يعتك من النار. اجل بروح اوصل نيتي واعود عليك. راح وصل بنته والرجال دخل بيته شمس الظهر. يوم رجع الرجال الا والله الضوء والناس والدفاع المدني والاسعافات والدنيا ولا ما يوافيه في الارض.
ورغوه وش لا حول ولا قوه. وقف هناك وجاك يركض، سلامات سلامات يقوله. قال راعي البيت هذا هو هذا هو لا يروح امسكوه لا حول ولا قوه. قال شو امسكوه وش فيه؟ قال انت اللي صادموه تري. قال لي انا صدمته صدمه خفيفه يعني، وش خير وما في شيء يعني، انت تقول روح وعود. قال لا موترنا ولع نار شب عقب صدمك، وهالحين والله ما فكك، يوم انها صدمه بسيطه بنصلحها ب 10,000 20,000 شكوى والله دفعت بله، لكن الحين يحترق بمليون وخمس، سيارة بمليون وخمس، لا يا حبيبي تدفعها. قال انا ادفع مليون وخمس، انا ما عندي 1005. قال عاد ما علي منك، انت اللي تسببت على سيارتي. لا حول ولا قوة. خلاص جاء العسكري قال انت صدمت؟ قال ايه. قال وقع صدمة خفيفة. قال ما عنده، ما عليه من ذا الحكي، شيلوه وحطوه في التوقيف. قام اتصل على نسيبه ولد عمه، قال تكفى يا فلان افزع لي كلم الجماعة، انا الحين قدروا السيارة ومنه قدروها ب 900,000 حيث انها مستعملة. 900. قال ما حدث. فزعوا له جماعته المطاليق شروه من عندي والمشاهدين كل النخا عيال عمه، وكل واحد ينخى اخوانه وعيال عمه، ويجمعوا له قال ضعيف مسكين ما بيبت طول عمره ما عنده 900,000، ويجمعوا له 1,000,004. جو قالوا يجي راعي الحق يستلم حقه. والله هو استلم، يوم جاء استلم حقه، وقع وتنازل عن الرجال. طلع الرجال خذ له في السجن يجي له اسبوع اسبوعين على بال ما جمعوا هالمبلغ. يوم راح عقب هالكلام اسبوعين ثلاثه، لا والله ان الرجال راعي السياره يجي ويطق على بيت الرجال ذا بناء على عنوانه اللي في الاوراق اللي في المرور. نعم. يوم طق افتح الباب، هلا تفضل، هلا والله مرحبا، استغرب جيته. قال تفضل، قال ان شاء الله. دخل عنده التاجر، الحين دخل عنده اللي راعي الونيت. قال الله يحييك، عسى ما اقصر من حقك شيء. قال لا يا رجال انا جاي ابيك تحللني وتبيحني. قال شلون؟ قال يا ابن حلال الموضوع فيه سوء تفاهم. قال عسى خير. قال اول شيء انا بعطيك فلوسك كلها وابيك تحللني. قال لي وش العلم؟ قال الله يصلحه الولد اللي كان عند الباب انا ارسلته بالمبخره، كنت بطلع لاجتماع مهم قبل ما تصدم انت السياره، والسياره كانت داخل البيت، لكن طلعتها وقلت للولد بغير لبسي وانت رح بخر السياره. لعل الولد اجتهد وراح وقعد المبخره في السياره وصك الباب. انت جيت وصدمت السياره، طاحت المبخره جمر ولعت السياره. فانت الحقيقه حادث صح انه سبب، لكن وش جاب المبخره الا ولدي. فلذلك الخطا الاول من الولد مو منك، وانا متنازل عن الصدمه الاساسيه، فانت تحملت شيء ما لك علاقه فيه. فالان يا ولدي هذه فلوسك 900,000 وحللني وبحني. قال انا الحين بحلم بالمبلغ اللي الزود على 900 الا 1,000,004. ما طاعوا جماعته ياخذونها، جماعته وحطوا لهم 4 ذبايح وقال بيض الله وجيكم. الرجال رجع الفلوس وهذا باقي ياخذوها. قالوا والله العظيم ما يرجع منها ريال. ما شاء الله. هذا شيء جمعناه لك وانت تستاهل رزقك. واخذها وشرى سياره جيب وشرى له بيت وسدد دينه. عاد ذيك الايام ممكن هالمبلغ يجيب هذا الشهر. نعم صحيح. رزق الله ما اخذت شهر الا كل اللي دعا به حصل له على اثر حادث. سلامتكم. يا سلام يا سلام يا سلام.